هاي، انا جايه اقولك ليه مهما تخسي وليه مهما توصلي لتحول حلو في شكل جسمك، انت لسه شايفه ان في مشكله، ولسه مقتنعه انك ما انجزتيش وعملتيش اي انجاز، وعايزه اكتر، وعايزه تدوسي على نفسك اكتر، وعايزه توصلي لشكل معين اكتر. تعالي اقولك ليه. في حاله نفسيه كده اسمها PDD. PDD اختصار لكلمة Body Dysmorphic Disorder، يعني متلازمة تشوه الجسم. باختصار متلازمة تشوه الجسم مش انك متشوهة، لا، انك انت عينيكي شايفة تشوه معين. انت شايفة ان في تشوه، والتشوه ده مش متشاف غير بعينيكي انت. دي ليها اسباب كتير، بس تعالى اقولك اعراضها الاول عشان تعرفي انت عندك المتلازمة دي ولا لا. اول حاجه انك تفضلي واخده الميزان معاكي في كل حته، وبتوزني اول ما تصحي وقبل ما تنامي وقبل البيبي وبعد البيبي، وبتوزني قبل الاكل وبعد الاكل، وبتتأثري. مش بتوزني بس، انت بتوزني وبتتأثري وبتتضايقي وبتكتئبي لو لقيتي نفسك زايده جرام او جرامين. ودي ناس كتير حوالينا بيعملوا نفس الموضوع ده، وبيبقوا مش مدركين ان هم كده بيودوا نفسهم في حته سلبيه، وحته بتبعدهم اصلا عن هدفهم. تاني حاجة، لو انتي كل شوية تبصي في المراية تشيكي على نفسك وتشيكي على العيب او على الحاجة الوحشة او على الحاجة اللي مضايقاكي في جسمك، كل شوية تشوفيها في المراية وتشوفي واصلة لايه، وطول اليوم كل يوم بتفكري لها في حل، طب اتخلص منها ازاي، طب اعمل ايه، والموضوع واخد وقت طويل من يومك. او العكس تماما، انك تكوني بتتجنبي المراية نهائي ومش عايزة تبصي على نفسك في المراية نهائي. كمان لو بتقعدي بقى ماسكه تليفونك وعماله تقارني نفسك بالناس، وطب اصل دي ما عندهاش العيب ده، اصلي اشمعنى انا شكلي كده، اشمعنى انا عندي الحته دي، اشمعنى انا مش عارفه ايه، وبصي دي ايه، وعماله تقارني نفسك بالناس. وبالذات السوشيال ميديا بتساعد قوي على الموضوع ده، ان دايما الناس بتبين الحاجات البيرفكت في حياتهم، وبيبينوا شكلهم وهم بيرفكت، بيبينوا شكلهم وهم تمام قوي مفهومش ولا غلطه، واحنا نفضل نقارن. اصل هي ما عندهاش، اصل هي رفيعه وانا مليانه، اصل هي عندها جسم رياضي وانا جسمي عادي وفي ترهل. السوشيال ميديا بتساعد جدا على كده، ولو انت بتمسكي تليفونك وقت طويل خصوصا على اب الانستجرام، فانت اكيد واقعه في نقطه زي دي. دي مشكله نفسيه، وعلى فكره هي عند ناس كتير جدا او عند اغلبنا، وبتكون بشكل كبير قوي في الناس اللي عندها سمنه او نحافه او البودي بيلدرز. اسبابها كتير، بس خلينا في الجزء اللي يخصنا. بما اننا بنتكلم عن الناس اللي عندها سمنه او نحافه او البودي بيلدرز، فاسبابها ان انت تكوني كان عندك سمنه وانت صغيره او نحافه، وكنتي بتسمعي تعليقات سلبيه كتير واثرت فيكي، وبقيت محفوره هنا، وبقيتي بتشوفيها بعينيكي. لما بقيتي تشوفيها بعينيكي، حتى لو هي خلاص راحت واختفت منك، يعني سي كان عندك سمنه وخلاص خفيتي وبقيتي تمام وجسمك بقى طبيعي، انت ستيل بتشوفي العيوب اللي كانت موجودة عندك بعينيكي كأنها لسه موجودة، كأنك ما خسيتيش ولا كيلو. فاهمة الفكرة عاملة ازاي؟ المتلازمة دي ليها حل، وحلها مش انك تفضلي تخسي اكتر عشان تبقي راضية، وحلها مش انك تعملي عمليات تجميل وتكبري بقك وتشدي خدودك وتشدي مش عارفة ايه عشان تبقي حلوة اكتر في نظر نفسك. لان طول ما المتلازمة دي موجودة، انت عمرك ما هتبقي راضية عن نفسك، ودايما هتبقي شايفة ان لا، لسه في اكتر. فالمتلازمة دي لو حسيتي انها عندك، فهي علاجها عند اخصائيين نفسية او لايف كوتش. وبس كده. لو ما تعرفنيش، انا كابتن داليا، مدرب معتمد من نظم من ICSA واخصائي تغذية رياضيين. متنسيش تعملي سبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوز الجديدة بتاعتي.